عمرك سألت نفسك ليه بنحب أفلام السفاحين؟ أنا الحقيقة سألت، اكتشفت إن الموضوع يستحق التأمل والتفكير. فتعالوا نخوض رحلة كده داخل عالم السفاحين ونحاول نكتشف ليه ده بيحصل. لا يمينت، يلا بينا. كنت في نقاش كده من فترة مع أستاذي محمود مهدي وعلاء إسماعيل في أحد حلقات دور 16 العظيمة. طبعا كنا بنتكلم عن مسلسل دمر، والحقيقة أثاروا فكرة التعاطف مع السفاح، والموضوع الحقيقة نور في دماغي فكرة هو ليه فعلا ممكن نكون بنتعاطف مع سفاح وقاتل. فالمهم خلونا نجيبها من الاول خالص، مع اول فيلم عن قاتل في تاريخ السينما. في اقاويل كتيره عن اول فيلم لسفاح في تاريخ السينما، ولكن معظم الاجابات استقرت على الفيلم الالماني اللي اتعمل سنه 1931 للمخرج الالماني فريتز لانج. الفيلم بيحكي عن هانز بيكرت، سفاح الماني بيستهدف الاطفال وكان بيستدرجهم بالشيء الكلاسيكي جدا. تعال حبيبي اجيب لك حاجه حلوه، كانت جديده برضو سنه 31، يعني مش هنقدر نقول حاجه. الفيلم لما نزل كانت حاجه مختلفه. ازاي انتقلنا من عصر الافلام الصامته الكوميديه والافلام اللي بتحكي عن شخصيات عظيمه ومبجله في المجتمع تدي مثال كده للعظمه والتبجيل للناس، الى فيلم عن سفاح حصلة المجتمع وطفله الحشره. شوت محمد سعد طبعا. الفيلم انطباعه الاول كان مش قد كده الصراحه، ولكن كان عنده نقطه مهمه قوي، انه كان مثير جدا للفضول. اللي هو انا فاهم مش مقتنع قوي يعني، بس عايز اشوف يعني الدنيا فيها ايه. الفيلم كان تحفه فنيه بالنسبه للوقت اللي نزل فيه. يمكن اكتر كلمه كانت على لسان الناس ساعتها ان الفيلم اكسترودنيري. الفيلم اخترع لازمه كده لذيذه لشخصيه السفاح، وهي الصفاره اللي بيصفرها لما بيبقى على وشك انه يعمل جريمه قتل، اللي علقت مع الناس فتره برضه وفضلت اللي هو فاهم ميم بقت الحاجه الترندي فاهم هناك بقى في شوارع المانيا وبتاع. تلاقي العيال ملمومه في الشارع فاهم بيلعبوا كوره بقى، تلاقي مثلا كلوز على متزلدر على فيليب لام قاعدين بيلعبوا كوره في الشارع مثلا، ومعاهم شفاينشتايجر مثلا معدي ولا حاجه، تلاقي واحد منهم بيصفر الصفاره. ايه ده انت بتصفر الصفاره بتاعت السفاح على وبتاع انا خدت فاهم يعني. الدنيا كانت ماشيه بينهم كده هناك، وكده كده عامه الالمان دمهم تقيل يعني، نظرهم مش حلو. ويمكن ده كان اول تعارف بين الناس وبين السفاحين في الافلام. استمرت الدنيا على كده فتره لحد لما جه ألفريد هيتشكوك، وزي ما نقول كده مسطرها. when it comes to the killers movies he's the master. هانز داون هو احسن واحد عمل الحوار ده. الافلام عن السفاحين موجوده، ولكنها كانت تعتبر الشيء اللي هو فاهم قشطه يمشي حاله يعني، ولكن ألفريد هيتشكوك خلاها مين ستريم. وطبعا لو هنتكلم عن فيلم بيمثل الحقبه دي فهيكون سايكو 1960. فيلم جاب صدمه للعالم وقتها بقى، صدمه حقيقيه، واللي بالمناسبه ما كانش فيه ثقه اصلا في عمليه انتاجه من الشركه المنتجه يعني. الحاج محمد السبكي بتاع امريكا كان معترض على الفكره جدا، قال له ما تعمل لنا يا عم حاجه ويسترن كده او حاجه ميوزيكال يعني فاهم، نشغل الشغل يعني، نجيب بوسي بقى ومحمود الليثي وبتاع، عايزين ناكل عيش. ولكن هيتشكوك بصراحه كان صارم، قال له بقول لك يا حاج محمد انا مش هعمل الكلام ده، بقول لك على حاجه يا عم، انا هعمل الفيلم ده بنص راتبي، ولكن لما الفيلم ينزل وينجح انا هاخد نسبه من الارباح. قال لك بس ده عيل مغفل وبتاع، ماشي يا عم اعمل الفيلم يا عم، خد نص فلوسك بس. وخليني اقول لك ان دي من انجح الريسكات اللي اتخذت في تاريخ الصور المتحركه، زي ما جورج لوكاس برضه عمل مع الشركه المنتجه لستار وورز، اللي هو خد منهم حقوق الميرشندايز وبتاع، واللي هو فاهم الشركه ساعتها اللي هو كيرز فاهم ما تاخدها. دلوقتي بيشدوا في شعرهم طبعا، ما علينا. فيلم سايكو مختلف في كل حاجه، من اول التريلر اللي كان هيتشكوك قاعد فيه قدام الكاميرا لمده 6 دقائق بيورينا باش اللوكيشنز اللي صور فيها من غير ما نشوف ولا مشهد من مشاهد الفيلم. خطوه جريئه، ولكنه خلى مستوى الحماس والانتظار والفضول وبتاع مليون. في قوانين برضو لذيذه كده فرضها هيتشكوك يعني على الناس وهي داخله تتفرج على الفيلم، زي ان اللي يتاخر على ميعاد الفيلم مش هيخش، ده اللي عندي، خد فلوسك من الاسيستنت بره من صاحب السينما، وممنوع تتكلم عن التويست اللي في اخر الفيلم مع اي حد، ولو عرف صدقني هيجيبك. الفيلم بيحكي عن ماريان كرين اللي بتسرق 40,000 دولار من شغلها وبتهرب، وبتعمل تشيكن في الموتل الاشهر في التاريخ حاليا، بيتس موتيل. ترشيح سريع كده، روح اتفرج على مسلسل بيتس موتيل لحاجه اخر الاخر يعني. نرجع لقصه فيلم. فبعد ما تروح هناك بتقابل نورمان بيتس، الشاب اللي عنده مشاكل واضحه جدا بسبب الست الوالده طبعا. نورمان بيتس كان سفاح مختلف عن كل السفاحين اللي اتقدموا على مدار 30 سنه. دايما السفاح الشخص اللي بيبقى شكله مش احسن حاجه واللي مش بيعرف يتعامل مع الناس ومتوحد وبتاع، ولكن نورمان كان اتراكتيف جدا ولابق في الكلام، فاهم اللي هو هي سيمز لايك ا نايس جاي يعني. وبيبدا نورمان يشد تعاطف الناس، اللي هو يا عيني يا ابني ده انت والله شاب غلبان، والله انت امك بس هي. ودي كانت اول حالة تعاطف مع سفاح في التاريخ، وفضلت الدنيا ماشية على كده بالنسبة لافلام السفاحين، وبتزيد كل سنة عن سنة، وبقت زي ما نقول كده الجولدن بوي بتاع المنتجين، اللي هو انا هنزل بفيلم سفاح يا عم اقش بيه السوق، عايز فلوس اوكي يلا بينا نعمل فيلم سفاح. لحد لما جت النقلة اللي غيرت كل حاجة لحد النهاردة، باتريك بيتمان، الالفا ميل، السيجما ميل، زي ما انت عايز تقول. امريكان سايكو عمل شيفت لنظرة الناس تماما للسفاحين، نقل نظرة الناس لحتة تانية خالص. اكن افلام السفاحين قبل كده كانت لعيب فورمه وهداف وبتاع، ولكني مش فاكر له حاجه فاهم. ولكن بعد
امريكان سايكو بقى هو برضه لعيب النجم والهداف المتالق، ولكنه بالاضافه لده اللي كسبني الفاينل الصعب جدا في اخر دقيقه. اتمنى تكون وصلت لك. يكفي كميه الميمز لحد النهارده على باتريك بيتمان. حجم تاثيره كان غير عادي وما زال غير عادي. يمكن كانت الشخصيه مؤثره عشان ده اول فيلم السفاح يناقش فكره الصوره الرئيسيه اللي انت بترسمها للناس كانسان عامه وبين شخصيتك الحقيقيه. يمكن تقريبا ده لمس مع كل راجل اتفرج على الفيلم فكره العالم الحديث اللي بقينا عايشين فيه. الناس كلها بتلبس هدوم شبه بعض وكلامهم شبه بعض وعايشين في حياه معلبه كده سطحيه الى ابعد درجه. كله بيمثل على بعضه، فاهم؟ ودي مش شخصياتنا الحقيقيه اصلا. وليه نمثل طالما دي مش شخصياتنا الحقيقيه اصلا؟ كريستيان بيل معمول للفيلم ده، وبصراحه مش قادر اتخيل اي حد تاني كان ممكن يعمل الدور من كتر ما هو ايكونيك. وخليني اقول لك ان من ساعه اللحظه دي السفاح في الافلام عمره ما رجع زي الاول، بالعكس ده استمر في الصعود والصعود والصعود لحد لما وصل دلوقتي انه بقى البريمس الاكثر جاذبيه. الناس اتعلقت بالسفاحين عشان هم جذابين كشكل كشخصيه، لبقين في الكلام، وحسوا ان هم بيمثلوهم في حاجات كتير قوي. زي ما باتريك بيتمان عمل فوق قد ايه الناس بتمثل على بعضها، قد ايه دي مش شخصيتي الحقيقيه. فكره ان الناس قدرت تفهم باتريك بيتمان جاي منين وتقدر تريليت معاه، ده اللي عمل الريليشن شيب دي، ده اللي خلى اي سفاح بعد كده بيتعامل بنفس القالب بتاع باتريك بيتمان. ممكن يكون اتعمل حاجات مختلفه في شويه حاجات كريبي اكستريم، ولكنك لما تيجي تتكلم عن سفاح بيجي في دماغك في الاخر القالب بتاع باتريك بيتمان. بتبدأ تكسب من تعاطفي واحترامي كبني آدم لما اشوفك بتمثل شيء جوايا. انا اكتشفت في خلال الرحلة دي انه عادي نتعلق بالسفاحين، وده لا يعني تماما اننا متفقين مع افعالهم، ولكن خلينا نقول ان الطبيعة البشرية كده بتجبرك على التعاطف. ولحد هنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والحاجات دي كلها عشان ده فعلا بيساعد. اكتب لي تحت في الكومنتس ايه فيلمك المفضل عن السفاحين. وبس كده خلصنا خلاص.